بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيت أدردش معاكم كده في موضوع طبعا شاغلنا كلنا، موضوع الأزمة الاقتصادية والأسعار والدنيا واحتياجاتنا، ومفيش طبقة يعني صراحة مش حاسة بالموضوع. طبقة متوسطة، غنية، فقيرة، بص كلنا حاسين فعلا بالأزمة الموجودة دي. فقعدت أفكر يا ربي، طب احنا ممكن نعمل ايه نقلل شوية من حدة الموضوع ده. طبعا يعني اول حاجه حسن الظن بالله واليقين في الله، ده امر طبعا كلنا مفروغ منه يعني. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله كست بيت بقى او كأم عموما يعني؟ في البيت ممكن يقلل شويه من حده التوتر او يخلي الدنيا تمشي معايا مظبوط. طيب هنبتدي باول حاجه. اول حاجه هي ايه؟ اول حاجه التخلي والترك. يعني ايه التخلي والترك؟ يعني انا كنت بجيب مثلا حاجات معينه، في حاجات همسكها واحدة واحدة كده وهشوف، هلاقي ان في حاجات انا يعني بالنسبة لي ما كانتش مهمة قوي، او يعني ممكن استغنى عنها. والله لو ممكن استغنى عنها ومش هتأثر معايا استغنى عنها. طيب تاني حاجة ممكن البدايل. والله انا كنت بجيب مثلا نوع رز بكذا وكان غالي وغلا دلوقتي، طب ما انا ممكن يعني احول على نوع تاني يمشي معايا شوية، هيفرق. تمام. حاجة تانية برضو يا جماعة مهمة جدا مهمة جدا. عملت أكل، عملت طبخ، عملت أي حاجة، يا جماعة حافظوا على النعمة. الحفاظ على النعمة دي صراحة فيها سر إلهي فظيع فظيع فظيع. ما نعملش أكل ونرميه، ما نعملش اكل ما نهدرش يعني. عودوا نفسكم وعودوا ولادكم. بجد لازم الولاد تتعلم ان ما ينفعش انا اعمل لابني سندوتش ويرمي لي نصه، يرمي لي ربعه. حرام حرام. ما ينفعش ان انا مثلا اعمل طبق رز قد كده لابني وما ياكلش منه الا معلقتين ثلاثه والباقي يترمى. حرام. لو اخدنا بالنا من موضوع الهدر ده يا جماعه، صدقوني والله العظيم، غير ان ربنا هيبارك لان دي نعمه. والله بصوا للاكل اللي بينزل ده، بصوا للفقراء اللي ما عندهمش الاكل ده، وبصوا على ان الرز اللي بيترمى، نص البسكوته اللي بتترمى، نص العيش اللي بيترمى ده، ان ده رزق. دي فلوس، كأني بالظبط كده انا ماسكه فلوس وبقطع الفلوس. بصوا لها من المنظور ده وصدقوني والله حافظوا على الجزء ده، هيوفر معاكم كتير جدا. صدقوني الهدر ده لازم نقفل الحنفية دي. يعني علشان نخلي الموجود يكفي لازم نقفل حنفية الحاجات اللي بتهدر. من اكتر الحاجات اللي بتهدر الاكل ورمي الاكل بالذات مع الاطفال. سندوتش نصه يترمى، عيش، بسكوت حتى يا جماعة، كيس شيبسي، والله كلها نعم، كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. فلو سمحت هي المحافظة على النعم دي بجد ربنا هيديمها علينا نعمة، وهيرزقنا ويوسع أرزاقنا بإذن الله. طيب غير البدائل وغير ان احنا نتخلى عن منتجات، يعني منتجات احنا مش محتاجينها قوي. مش هقول رفاهية لان احنا في مننا صراحة مش مرفه للدرجة يعني، بس هقول ان احنا ممكن نتخلى عن حاجات. نحاول نسد اللي هو زي ما نقول ايه، لو نفترض ان احنا معانا كيس كده فيه ثقب بينزل المصاريف وينزل الفلوس، احنا نحاول نسد بقى الثقب ده. ايه الثقب ده؟ زي ما بقول لكم الهدر والله العظيم 3/4 ميزانية الأسرة ساعات بتروح في الهدر. رمي الأكل، غير بقى رمي الأكل الاستعمال الخاطئ للحاجات. هقول لكم على حاجة كده. ابني كان جاي بيقول لي ايه في المدرسة، كان عايز علبة مناديل من اللي هي ب200 منديل دي وكده. فبقول له ليه؟ هتعمل بيها ايه؟ قال لي اصل احنا ايه بنلعب بيها في الفصل، مش عارفه بنجيب ايه ونقعد يعني ما اعرفش بيعملوا بيها ايه، بيقطعوهم، بيعملوا اشكال، بيعملوا ايه. فقلت له يا فلان يعني ده حرام. ده كده اسمه يعني ان انت بتهدر نعمة ربنا. فقال لي هو المنديل يعني ايه بكام؟ يعني علبة المناديل ولا كده. فقلت له لازم تتعود ان الحاجة مش بقيمتها، لازم نتعود ان الحاجة مش بفلوسها كام. احنا نحافظ على النعمة والله
النعمة الكبيرة زي النعمة الصغيرة، او الحاجة اللي بدفع فيها فلوس كتيرة زي الحاجة اللي بدفع فيها فلوس صغيرة. هي مفهوم النعمة عند ربنا واحد. يعني مثلا انا قلت له مثال، قلت له انت دلوقتي لو انت في بحر ولا قدر الله في موج وهتغرق، وقدامك كيلو ذهب وقدامك فرع شجرة، هتاخد ايه؟ قال لي هاخد فرع الشجرة علشان هو اللي ممكن اعوم بيه واوصل. قلت له طيب، يعني معنى كده ان الحاجة مش بتمنها قد ما هي بالقيمة بتاعتها. نفس الفكرة في فكرة ان انت شايف ان المناديل دي ايه يعني، علبة المناديل بكام؟ ايه يعني اقطع لي 3 4 ورقات من كراسة، هي يعني الكراسة دي بكام؟ ايه يعني ان انا امشي من الأوضة مطفيش النور، هو يعني الحبة اللي انا فتحتهم دي هتساوي ايه؟ يا جماعة، هي الفكرة لازم نغرس في ولادنا ان كل حاجة نعمة، كل حاجة نعمة وقديمه. ويعني كان في مقولة حلوة قوي لعمر بن عبد العزيز، بيقول ايه؟ بيقول قيدوا نعم الله بالشكر لله. يعني ايه قيدوا نعم الله بالشكر لله؟ يعني طول ما انا شكرت نعمة ربنا عليا، طول ما ربنا هيديمها عليا، مش هياخدها مني، هيحفظها لي. طيب هتقولوا لي ما كلنا بنقول الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. لا، هقول لكم شكر النعمة ما بيكونش باللسان، الشكر مش باللسان. وده دليله ايه؟ لما ربنا ذكر في القرآن قال آية، قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعملوا آل داوود شكرا. يعني شكر الله مش بس بالقوالة، شكر الله بالعمل. بالعمل يعني ايه؟ بالعمل ان انا طبعا يكون قلبي عنده يقين في الله، يكون تصرفاتي كلها بتحافظ على النعمة. وهو ده شكر النعمة، ان انا لما حافظ على النعمة اللي معايا واقدر قيمتها، واقدر ان ربنا رزقني بيها واخد النعمة دي من ناس تانية، وان انا مثلا ممكن يكون حالي احسن من حال ناس كتير، ده شكر للنعمة. دايما انا لما بيجيلي مثلا انزل اشتري طلبات البيت، لازم افكر في غيري، يعني افكر في الناس اللي ما كانتش لاقيه اصلا. انا نازله اجيب رز، والله غيري مش معاه فلوس اصلا يقدر يجيب الرز ده، لازم احس بالنعمه دي، لازم احمد ربنا بلساني، واحمد ربنا بفعلي. احمد ربنا بفعلي ازاي؟ احمد ربنا بفعلي ان انا كل مثلا اما اعمل اكله ما هقدرش منها حاجه، ما ارميش رز ولا معلقه رز. ليه؟ لان انا كده بحافظ على النعمه اللي ربنا اداهالي. فانا بمحافظتي على النعمه وشكري للنعمه، وقلبي عارف ان دي رزق ربنا ليا، وان هو يعني اختارني وانعم عليا بيها، هو ده شكر النعمه. فانا اقيد النعمه ايه بقى؟ اقيد النعمه بالشكر ده، ان انا ما اهدرش من ان انا لو مش قادره ان انا اساعد غيري مثلا من اقل، ان انا مثلا ممكن اساعد حد اديله حاجه، اعمل حاجه، مجرد بس ان انا ادعي لغيري اللي مش قادر، ده شكر برضو للنعمه. تمام. طيب نرجع تاني لموضوع الولاد دي يا جماعة. لازم نغرز في الأطفال الصغيرين دلوقتي إن هما إزاي يحافظوا على النعمة. بجد بجد كلنا ساعات كنا كده، يعني إيه، الامور بتعدي، يعني ايه، تلاقي ولد مثلا زي ما بقول لكم كده ايه، ماسك كراسه مثلا جديده، وهوب هوب قطع 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 مثلا في الورق في الورق في الورق في الكراسه. إيه، قلم رصاص إيه لسه مثلا جديد كتب بيه مرتين ولا حاجه، وهم بيقوم كسره. مش عارفه، يعني كلكم طبعا بتشوف اي حاجه، اي حاجه من الاطفال اللي بتعملها دي. علبه مناديل كده، منديل 2 3 4 ويقوم مستعمل منديل. مش عارفه، ايا مكان بقى. يعني الامثله طبعا كل واحد عارف ولاده، وكلنا عارفين الاطفال وتهديرهم يعني. ف فلازم نغرس في عيالنا. انا يعني قعدت مع ابني وقلت له ان لازم يعني في مقوله اللي هي اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم. هو ده على فكرة في ناس بتقول عليه حديث، وفي ناس بتقول سنده مش مظبوط، يعني المهم ولكن هو فعلا ان النعمة مش دايمة. ولازم ان احنا نربي عيالنا على كده وعلى كده. انا ما بقولش ان احنا نحرم العيال او نحرم كذا، بالعكس خالص. لكن يا جماعة في حدود. لازم ابني
لما اديله حاجة لازم اديله احساس ان ده نعمة من عند ربنا، وازاي يحافظ عليها. ما يمسكليش مثلا من علبة مناديل وهوب هوب 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 يخلصها لي، لا يا جماعة، ده اسمه احترام النعمة، ده مش بخل. ولا هو مثلا هتقولوا لي مثلا ايه علبة مناديل دي تساوي ايه، ولا ايه مش عارفة القلم ده يساوي ايه. هو اسلوب حياة، احنا لازم نربي عيالنا على ان في نعمة من عند ربنا، ان اي حاجة في حياتنا دي نعمة، ولو احنا ما حافظناش عليها تروح مننا، وان في غيرنا مش لاقيها، فهو يطلع من نفسه يحافظ. انا لما بقول مثلا ابني لو شفت سلوك زي ده مثلا في المدرسة، لازم تقول لصاحبك ان ده ما ينفعش، وان الحاجة دي بابايا بيجيبها بفلوس، والمعنى كده ان احنا بنرمي الفلوس على الارض، وان احنا لو ما حافظناش على النعمة دي ربنا مش هيديمها علينا نعمة. تمام. الفكر ده فكر اصلا من ديننا، من تعليم ديننا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لما بنتكلم مثلا، مش هنقول ان ده بخل ولا وفي التبذير والحاجات دي، بيقول ايه؟ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مغذولة. فاحنا أمة وسط، احنا في كل حاجة يعني معتدلين. مش هقول ان احنا نقفلها قوي على عيالنا او نقفلها قوي، او ان احنا نبسطها لدرجة التبذير. الكلام مع الاطفال مهم. انا شايفة ان دورنا دلوقتي ان احنا نطلع اطفال او نطلع جيل فاهم وواعي. فاهم وواعي مش عشان الازمة الاقتصادية بس فاهم وواعي ان ده من الدين، ان ده من الاخلاق، ان ده من حفظ النعمة، ان ده من شكر النعمة. يعرف بعد كده لما يكبر وتقابله حاجة في حياته، هيعرف هو ساعتها يتصرف، هيعرف هو يعني يعرف ان الحال مش دايم يعني. وغير كده برضو في حاجة، انا من الناس اللي بحب اشارك الاطفال لازم يفهموا ويشاركوا الحالة بتاعة الأسرة. يعني مثلا في شهر مثلا كويس، في قبض، في مرتب، في حاجة في الدنيا ماشية. في شهر تاني يجي تلاقي لا، يعني الدنيا مش مظبطة قوي. يجي مثلا ابني في الشهر ده يقول لي ماما انا عايز مثلا حاجة. اقول له معلش دلوقتي مش هينفع، لان الظروف صعبة. احنا عندنا دلوقتي اولويات، عندنا مصاريف المدارس، عندنا مش عارفة المدرسة طالبة مننا ايه، عندنا كهرباء، عندنا ايجار، عندنا. فوالله مفيش فلوس للحاجة دي دلوقتي. ولازم هو يشارك ويتفهم ده. لازم الاطفال خلاص بصوا، ما عادتش الاطفال دلوقتي مش فاهمة، الاطفال دلوقتي بقت عارفة كل حاجة وفاهمة كل حاجة، ويعني دماغها اكبر من سنها بكتير، او من ايام ما كنا احنا اطفال. يعني بيفهموا. لازم المشاركة، لازم المشاركة، ان دلوقتي بابا معاه يجيب او بابا مش معاه يجيب. امتى اطلب وامتى ما اطلبش، امتى احس اصل انا يعني. لازم المشاركة دي ليه؟ المشاركة دي بتربي في الطفل ان هو حاسس باهله، ان الاهل دول مش مجرد، انا بابا مش مجرد بنك، انا بابا مش مجرد عداد فلوس بس يجيب لي اللي انا عايزه، ولو مش هيجيب لي يبقى انا كده زعلان بقى وقرفان ومش هلعب وكده. لا، ما ينفعش. لازم هو فرد من الأسرة، لازم يشارك، لازم يحس ان الفلوس دي بتيجي ازاي، لازم يحس ابوه بيتعب في القرش ده ازاي، لازم يحس ان هو بيتصرف له على مدرسته مثلا، الحاجات الأساسية بتاعته، أكله وشربه ومدرسته. ده برضو حاجات أساسية. يعني هو ما يطلبش مني مثلا لعبة، بنجيب لعب وبنجيب كل حاجة لما الدنيا ربنا بيفرجها، بس مثلا في ظروف دلوقتي مش قادره اجيب له اللي كنت بجيبه له، او مش قادره اجيب له حلويات اللي كنت بجيبها له، ببديل الانواع. ننوع، معلش يا حبيبي دي غالية مش هقدر اجيبها، نروح لدي. عشان كده بقول لكم التخلي والترك والبدايل. والله مش قادرة اجيب الشوكولاتة الفلانية، لا دي ارخص ممكن اجيبها. الابني بقى هيقول لي لا انا عايز دي ومش عايز دي، ما ينفعش. لازم نتكلم مع عيالنا، احنا ما عدناش بنتكلم معاهم. لازم يفهموا، لازم ندخل الدين. الدين حياة يا جماعة، الدين بس مش مجرد يعني صلاة صوم. هو ده طبعا ده عماد الدين، انما الدين حياة. يعني اني احافظ على الفلوس، ده
دين اني اشعر باهلي وببابايا ومطلبش مثلا وقت الزنقة، ده دين. ان انا انصح غيري، ده دين. يعني فانا دايما بحب اتكلم معاهم واقول لهم يا جماعة، او على ولادي يعني، ان احنا ناخد بالنا من كل حاجة. السلوك طبعا اللي كلنا اللي بنعمله، حتى كبار ومش صغار، بس اطلع من الاوضه ما اطفيش النور، ما ده بفلوس، النور ده بفلوس، الميه المفتوحه دي بفلوس، كل حاجه بفلوس. انا كده يعني اقول له انت بتضيع، ابوك يروح يشتغل وانت بتضيع فلوس. ولازم نتكلم مع العيال، لازم نطلع ناس دلوقتي فاهمه الحياه بقت صعبه، ما عادتش زي الاول. فلازم انا اربي عيالي على كل حاجه، يعني اربيهم على انهم يقدروا يعيشوا يعني معاهم فلوس كويسة قوي، يعيشوا كويس وما ينسوش حق ربنا، وما يكونش فيه تبذير. معاهم قليل يعيشوا على قد ما معهمش برضو يوفروا ويعرفوا يعيشوا. اولا واخيرا ويعني وكل حاجة الرضا. يعني لازم نعلم عيالنا الرضا، ولازم احنا كمان نتعلم معاهم الرضا. الرضا بكل حاجة. الرضا معايا النهاردة أرضى، معيش أرضى، زميلي جايب مش عارفة شنطة بإيه، أرضى. مش جايب معاه حاجة أحسن مني، أرضى، ما بصش. على فكرة، يعني آفة من آفات العصر دي بصراحة، إن إحنا بنبص لغيرنا، بنبص لمستويات اعلى. وطبعا ده بقى واضح عشان كمان السوشيال ميديا كلها ما شاء الله، يعني كل الناس اللي بتطلع على اليوتيوب والحاجات، وكل القنوات بقى اللي معظم الاطفال، وانا منهم اطفالي برضو، اللي بيقعدوا يتفرجوا عليها. لا، قناة مين اللي بيعمل مقالب ويروح أو ويلاقيه مهدر مثلا في حاجات ومكونات ومش عارفة ايه، ويقول لك ده مقلب. ومش عارفة مين يرمي ايه على الأرض، ومين يروح يشتري مثلا في أول الدراسة حاجات بقد كده، ويقول لك عشان أنا نازلة أجيب حاجات. كل دول العيال بيتفرجوا عليهم وبيبصوا، وبتدخل لهم ضمنيا ان انا بقى هم يحسوا كده بالعجز، ان احنا مثلا ايه، ان هو كده معهوش، ان باباه مش قادر يجيب له. فلازم يفهموا ان ان في ارزاق مش حلال. يعني لازم نعرف، يعني اصحاب القنوات اللي مثلا ممكن، مش عارفه، كان في ابني بيقول لي واحد غني قوي بيعمل محتوى ايه، ان هو بيجيب كميات من الاكل كبيره ويرميها، ويعمل بيها ايه ويعمل بيها ايه. فبقول له ده حرام. يعني ده حتى لو هو بيعمل كده علشان يجيب مشاهدات عالية، إنما مصدر الفلوس ده حرام. يعني لازم يفهم إن مش كل حاجة بتجيب فلوس يبقى ماشي حلال. يعني إحنا بنتحرى في حياتنا الحلال، احنا نتحرى ان مصدر رزقنا ده يكون من حاجة حلال. ما اطلعش انا مثلا اعمل اي هيافة على معلش اليوتيوب، واعمل اي حاجات مش منطقية، واهدر فيها اكل ولعب، واكسر واعمل علشان اجيب، اقولك تحديات وحاجات، وفي الاخر عشان اجيب مثلا مشاهدات عالية فهو يكسب منها. بس بيدخل في دماغ الاطفال حاجة غلط. لا، هما يعني انا دايما اقول لابني ما هو ماشي، هو بيعمل كده وعادي ومعاه فلوس وكل حاجة، بس مش كل الفلوس فلوس حلال. يعني مش كل الفلوس فلوس حلال. وكمان نقطة تانية، لازم برضو العيال تفهم ان في حاجة اسمها بركة. بركة، والبركة دي ما بتتحسبش. يعني بركة الفلوس دي، يعني انا اقول له مثلا ايه، لو انا بقبض مثلا 1000 جنيه، ماشي، وغيري بيقبض مثلا 10 تلاف جنيه أو 5000 جنيه، مين أكتر؟ يقولي طبعا اللي بيقبض 5 أكتر، هيجيب حاجات أكتر. أقول له طيب، عايزة أقولك بقى إن أبو 5000 جنيه ده مثلا ابنه تعب، كراسة ابنه، او مش عارفة كتابه او شنطته ضاعت، اللعبة بتاعته، العجلة بتاعته ضاعت، مش عارفة، يعني حاجات كتير. تعب وراح للدكتور والمستشفى وجاب صرف منهم قد كده في حاجات
خدت من ال5 دول، في حين ان التاني اللي خد ال1000 ده الحمد لله ربنا بارك له فيهم، ما حصلش هدر لأي حاجة، عربيته سليمة، ما اتخبطتش، ابنه كويس، شنطته موجودة، عجلته مش محتاج حاجة، يعني حاجات اللي محتاجها في المدرسة في الشهر ده كلها موجودة ما خلصتش. فمين فيهم حافظ على فلوسه أكتر؟ ده خد 5 وده خد 1، وده خد 1000، يعني ده خد 5000 وده خد 1000، بس ده صرف ال5 يعني معظمهم في حاجات كلها سلبية، وده الحمد لله ال1000 بتاعته كفت وكده. فين بقى مين يعتبر كده أحسن؟ قال لي ال1000. قلت له طيب يعني معنى كده إن الرزق مش بس فلوس، الرزق فيه بركة، الرزق فيه البركة، والبركة دي بتاعت ربنا. بتيجي منين البركة دي؟ بتيجي إن احنا نراعي ربنا في كل حاجة، نراعي ربنا يعني في اللقمة اللي احنا بناكلها، في الحاجة اللي احنا بنستعملها، في النعمة اللي ربنا اداها لنا. دايما يا جماعة حطوا في دماغ عيالكم بجد بجد، لان الجيل ده طالع في وضع صعب، وطالع في حالة صعبة من السوشيال ميديا واللي بتنشره والفيديوهات والناس اللي بقت معاها فلوس وبتعمل ايه، والناس ممكن تكون اللي محافظة مثلا او الناس اللي تكون مثلا بتراعي يعني ربنا شوية، الدخل مثلا على القد. فالمقارنة مش بالعدد، المقارنة في البركة، والمقارنة في غير الرزق بقى بتاع الفلوس، في رزق في حاجات تانية، في رزق في الصحة، في رزق في الستر، في رزق في العيلة المترابطة، في رزق بالإخوات الكويسين، في رزق في إن ربنا مبارك، يعني في أرزاق تانية ما بتتعدش. مش كل الرزق بيتعد، ومش كل الرزق رزق إيجابي، يعني معنى كده إن حاجة دخلالي، حاجة دخلالي. في رزق بالسلب، رزق بالسلب يعني ايه؟ يعني الحمد لله زي ما اقول كده، الحمد لله عدت علينا، ما تعبناش، ما حدش جراله حاجة وحشة، ما العربية ما اتكسرتش مثلا هتحتاج تصليح، البنزين كفة، اللي مش كل ده برضو ارزاق يعني. تمام. فلازم العيل، هتقولوا لي العيال تفهم ده؟ اه العيال دلوقتي بتفهم كل حاجة يعني، فلازم نتكلم معاهم في النقط دي، علشان بس مش عشان الأزمة اللي احنا فيها او عشان حاجة، عشان دي حاجة تفيدهم في المستقبل، وعلشان دي حاجة ترضي ربنا. يعني لازم نحافظ، دي نعمة يا جماعة، دي نعمة، لازم نحافظ على نعم ربنا لينا. العيال لازم تحس ان كل حاجة نعمة، يعني السرير اللي بينام عليه ده نعمة، القلم الرصاص اللي في ايده ده نعمة، اقول لكم يعني الكراسة اللي بيكتب فيها دي نعمة. يعني ممكن يقولك ايه ده يعني عادي، يعني دي كراسة عادي، يعني دي ورقة. يا جماعة لا، لا، لازم تحس ان كل حاجة دي غيرك مش لاقيها، فهي نعمة بالنسبة لك، ان ربنا اداها لك، كرمك واداها لك، ان هي ممكن ما تبقاش ما تعرفش تجيبها، انت قادر انك تجيبها دلوقتي، بس ممكن بعد كده انت ما تقدرش تجيبها، فهي نعمة. يعني لازم نستشعر نعم الله عشان يديمها نعمة. دايما اقول لهم يعني قيدوا نعم الله زي ما احنا قلنا بالشكر لله، قيدوا نعم الله بالشكر لله عشان ربنا يديمها علينا نعمة. وغير طبعا الرضا، وقلنا طبعا اهم حاجة عدم المقارنة. لازم يعني احنا او ولادنا او كده ما ينفعش يجي يقول لي انا فلان عنده، فلان جايب، فلان لابس، انا ما عنديش، فلان عامل. آفة المقارنة دي آفة هتودينا الصراحة في داهية يعني. ولازم العيال برضو يتغرس فيها ان احنا ملناش دعوة بحد، اللي يجيب يجيب، يعني اللي يلبس ماركات يلبس، اللي يعمل حاجة يعمل. انا بجيب الحاجة المناسبة ليا والحلوة واللي على قدي، وارضى بيها واكون احسن الناس. انما المقارنة دي دي آفة صراحة. لازم من العيل وهو في الصغر ان هو ما يتعودش عليها، وعدم بقى الكسوف، ان انا مثلا ايه هو انا هروح الدرس مثلا، لو هو بيروح مثلا في الاسبوع 7 مرات او 5 مرات، هلبس 3 مرات نفس الطقم؟ تلبس 3 مرات نفس الطقم، لان مش يعني الطقم مش بيديك القيمة، انت اللي بتدي القيمة للحاجة. يعني انت كبني ادم
قيمتك مش في اللي انت لابسه او اللي انت ماسكه او الماركه اللي انت لابسها، لا، قيمتك في اخلاقك، قيمتك في علمك، قيمتك. القيم دي يا جماعه راحت والعيال كمان ما عادتش فاهماها. لازم يفهم ان قيمته في شخصيته، قيمته في انه بيتقي الله مثلا، او قيمته ان هو مثلا متدين، او قيمته في حسن خلقه، او قيمته. كل دي قيمة للبني ادم اللي هيتعامل معاك على انك ده تقلك، مش ان انت لابس لي ماركة فلان فانت كده احسن الناس. ده مفاهيم غلط، مفاهيم عايزة تتغير. دايما اغرزوا في عيالكم كده، ان ال... لازم يفهم ان الفلوس مش، او اللبس او المظهر مش هيديني قيمة، انا اللي هدي قيمة للمظهر، وانا اللي هدي. لان لو تيجوا تلاحظوا كل الناس اللي هو مثلا تلاقيهم علماء بقى، يعني نسيبنا من المشاهير في مجالات تانية يعني. بس تعالى نشوف للناس اللي عندها قيمة بجد يعني، او عندها علم بجد، عمرهم ما بيهتموا بالمظاهر بالشكل الرهيب ده. لان الفاضي هو اللي بيحب ياخد قيمته من حاجة بره، انما اللي حاسس بنفسه وحاسس بقيمته عمره ما هيدور على حاجة تديله قيمة، لان هو في حد ذاته يعني هو مدي قيمة لأي حاجة. يعني مثلا نفترض يعني واحد فاضي تماما من كل حاجة، من علم ومن دين ومن أخلاق وكل حاجة، يحب يجيب مثلا موبايل ايه مش عارفه ماركته ايه كده عشان الناس تشوفه ماسك الموبايل ده، فالموبايل مديله قيمه. انما تعالى بقى هات واحد ليه علم ودين واخلاق وثقافه وكل حاجه، ماسك موبايل اي كلام، ان شاء الله حتى مش سمارت، يعني موبايل من القديم خالص ده. هل الناس هتبص للموبايل ده؟ بالعكس، الناس، هو بالعكس هو بقى ادى للموبايل اللي ملوش قيمه ده، هو اداله ثقل واداله قيمه. فلازم العيال تفهم، والعيال يا جماعه هتفهم مهما كان سنهم. لازم نتكلم معاهم، احنا فعلا مقصرين مع عيالنا، احنا ما عدناش بنتكلم معاهم، ما عدناش بنفهمهم ايه الصح ايه الغلط. لازم اي موقف يحصل زي الموقف المناديل اللي بقولكوا عليه ده مثلا، بتاع زميله اللي كانوا بيرموا المناديل او بيعملوا، لازم نفهمهم ان كل حاجة في الحياة نعم نحافظ عليها، وناخد من الموقف ونحكي، ناخد من الموقف ونحكي. مثلا نيجي مثلا لأول يوم مدرسة وشنطة المدرسة والحاجات. طيب أنا لو الشنطة عندي كويسه، شنطه مدرسه بنتي هي شايفاها الشنطه كويسه، ما فيهاش قطع ما فيهاش خز، طب ليه ما اخدهاش السنه الجايه؟ يعني ليه ما اقول لبنتي؟ طبعا تقول لك واصحابي يشوفوني بنفس الشنطه. يا جماعه لازم نعرف ان احنا ما نبصش لحد، لازم بدم هي سليمه وكويسه، إيه المانع؟ انا رايحه الهدف، انا رايحه ان انا اتعلم، انا مش رايحه اتباهى بشنطه واتباهى بحاجه. القيم دي لازم ترجع تاني، والمفاهيم دي لازم ترجع تاني. واللي انا بتكلم فيه ده صدقوني مش مستحيل. وطبعا هتلاقوا يعني زي ما بيحصل معايا برضو إيه مش مقتنعين قوي بالكلام، او يعني لسه جديد على ودانهم. بس صدقوني مع التكرار ومع كل موقف ندخل فيه النعم، وندخل فيه المحافظة على النعم، وندخل فيه الحاجات دي، الحاجات دي هتثبت في دماغهم. هيكبروا هيمروا بمواقف، هيلاقوا فيه بقى حسن تصرف. هتلاقي كل اللي انت بتديه، او كل اللي انت بتربيه في عيالك ده، طلع في ايه؟ طلع في زوجة، يعني بنتك ان شاء الله ما تتجوز وتكبر، طلع في زوجة راضية، راضية جوزها معاه جوزها معهوش هتلاقيها راضية، الحال ميسور الحال اقل هتلاقيها راضية، هتلاقيها راضية بعيشتها مقارنة مع عيشة اصحابها. هتقولك انا اتربيت ان انا ارضى ما ابصش لحد. كل ده هي هيطلع بصورة او اخرى. احنا بنعمل اللي علينا، يعني احنا بنعمل اللي علينا، وزي ما قلنا كده احنا بناخد بالاسباب عشان ربنا يرزقنا ويسترها معانا. احنا لازم ناخد بالاسباب، وكل ده اخذ بالاسباب، كل ده ان انا اعلم عيالي، ان انا اقول اوعي، حتى لو هم مش مدركين دلوقتي، بس انا افضل اقول وافضل اقول ده دوري. انا ما وريش حاجة غير كده، ان انا لازم افهمهم وافهم معاهم. لان احنا برضو اتربينا على عادات وتقاليد، يعني مش تقاليد غلط او عادات غلط، بس يعني برضو ما كانش فيه الوعي، او ما كانش فيه الثقافة قوي. كنا كان يعني
انا بحس ان احنا جيل اوعى دلوقتي يعني، او في مننا الاوعى اللي بيفكر يعني. فلما نبحث وندور لازم نثقف عيالنا، ولازم ما نبقاش بس ده عشان اهالينا كانوا بيعملوا كده. لا، لكل حاجة سبب، ولكل حاجة مرجع ديني، لكل حاجة مرجع ديني. غير يا جماعة الرضا بقى والمشاركة زي ما احنا قلنا كده، ان احنا نقيد نعم ليه، لازم نعم الله يعني بالشكر لله. طبعا لازم الاستعانة بالله دايما دايما دايما. برضو عودوا عيالكم يا رب عني، او انا شخصيا يا رب عني، اخد مصروف البيت يا رب عني وهقدر، وحسن ظن بالله. يعني والله العظيم الواحد مثلا لما بيمسك مصروف البيت كده يقول يا رب عني ان انا اقدر اكمل، مع الاخذ بقى بالاسباب، مع ان انا حافظ على نعمته. ما انا ما اقدرش اقول يا رب عني وانا عماله ارمي نص حلة الرز، او نص طبق المكرونة، او ده لا. والله العظيم لو فتفوتة ما ترموهاش. يعني ده انا بحس النعمة دي حاجة كبيرة قوي. يعني انتوا هتشوفوها مثلا لقمة عيش، بس انا والله ما بشوفها لقمة عيش، انا بشوفها نعمة من ربنا غيري مش لاقيها. يعني دايما بص لها كده، نعمة من ربنا غيري مش لاقيها. ابدأوا دايما بكيس الزبالة ده. كيس الزبالة ده ما يكونش فيه الا الورق، انما نعمة واكل لا، نعمة واكل لا. غيري مش لاقيها. ممكن ربنا يغضب عليا ويحرمني منها عشان انا ما حافظتش عليها. فلازم المحافظة على النعم، ولازم تغيير الافكار وان احنا والمعتقدات، ونربي جيل. ابدأوا يا جماعة بالجيل الصغير. ولادنا دول امانة في ايدينا، احنا بنطلعهم ناس كويسه، سواء زوجه صالحه يعني، او زوجه تعرف تمشي امورها لزوجها. ما ترجعلكيش بقى من اول مره تقولك ده انا جوزي مصروفه فلوسه ما بتكفينيش. لا، هي متربيه على الرضا، ومتربيه على القناعه، ومتربيه على ان هي تحافظ على الفلوس، وان الفلوس دي نعمه، متربيه انها تستحمل برضو. يعني ما فيش مشكله ان انا اجي اقول لبنتي ايه لو هي عندها مثلا لبس خروج، طيب معلش احنا مش هنجيب مثلا السنه دي لبس شتوي كده، ما احنا عندنا بتاع السنه اللي فاتت. مش عيب يا جماعه، مش عيب، ما فيهاش مشكله. لازم نتكلم معاهم، نعوضهم بشكل تاني، او نفهمهم، او يعني بصوا لازم العيال تتحمل، او العيال تحس باهاليها. انا لما ما احسس ابني بالازمه اللي انا فيها، واضغط على نفسي وانا ساكته، واضغط على نفسي واقول إيه مش هحسسهم بحاجه مثلا علشان يطلعوا كذا، لا لازم يحسوا. طب ما هم بالنسبه له كده يبقى خلاص مع طلع واحد ما عندوش دم. يعني انا ربيت طفل كده كل اللي في دماغه طلباته مجابه. والله ماما بتمر بظروف، بابا بيمر بظروف، انا طلباتي مجابه. طيب امتى احسسه؟ لازم اشاركه، لازم اشاركه ان انا النهارده معايا بكره معيش، النهارده الحمد لله الدنيا كويسه، هجيب لك اللي انت عايزه. بكره معيش، اقبلني على وضعي. لازم هو يحس بالموضوع ده علشان يكبر ما يبقاش بالنسبه له ابوه وامه دول مجايب. ابوه وامه دول بس بتوع ان هم يجيبوا لنا اللي احنا عايزينه، ما جابولناش اللي احنا عايزينه يبقى خلاص هم ملهمش لازمه. وده اللي بيحصل على فكره دلوقتي من العقوق بتاع الابناء، ان ابوه يمر بازمه خلاص بقى ما يعرفوش يعني، او ما يبقاش فيه مشاعر، او ما يبقاش فيه حاجه. هي دي الاسره يا جماعه، هي دي الاسره اللي ربنا يعني امرنا ان احنا نحافظ عليها. يعني هي دي الاسره اللي هي بيها بقى هنعرف نطلع جيل كويس، هنعرف نطلع منتج. يعني زوج او زوجه وأسر يعني يعرفوا يحافظوا على بيتهم بعد كده، يعرفوا يعاملوا أولادهم إزاي بعد كده. الأب والأم مش مكنة، مش مكنة فلوس. لازم أشارك. المشاركة دي مهمة جدا جدا. وزي ما احنا قلنا تحري الرزق الحلال والكلام معاهم. لازم كمان يا جماعة نعلمهم يعني ايه توكل على الله. يعني ايه ان احنا نتوكل على الله. يعني ايه ان احنا ناخد بالاسباب اللي ربنا قال عليها، ونحسن الظن، ويقينا يقينا يقينا ان ربنا هيعدي الدنيا. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني الورقه والقلم اللي الواحد بيقعد يمسكهم دول ويقعد يحسب 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 يحسب،
والله العظيم والله العظيم ممكن تيجي فلوس مش على البال، وتخش اضعاف اضعاف، سواء بقى زي ما اتكلمنا على رزق السلب ورزق الايجاب، وتلاقي الشهر مشى ما تعرفيش اصلا الشهر ده مشى ازاي، بس علشان انا توكلت على الله. توكلت على الله، يعني اخدت بالاسباب اللي تخليني ان ربنا يحقق الايه دي فيا. تمام، زي كده لما ربنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله احنا بنعمل اللي ربنا امرنا بيه، بنتحرى الحلال، بنعلم عيالنا، بنراعي ربنا في النعمة، ما بنسخطش، راضيين باللي ربنا قسمه، سواء كتير سواء قليل. بنشكر ربنا، مراعين الناس الأقل مننا، الفقراء اللي مش قادرين يجوا، حتى لو والله العظيم والله العظيم حتى لو مش بتراعيهم بالفلوس، مجرد ادعي. يعني بس روحي السوبر ماركت واشتري حاجتك وقولي يا رب يا رب، الحمد لله انا قادره اجيب حاجتي، يا رب وسع على اللي مش قادر، يا رب وسع على اللي مش قادر ومش قادر يجيب. بس مجرد الدعوه دي، ربنا لما يحس كده ان احنا اصل احنا بعدنا قوي يا جماعه عن ربنا، يعني التصرفات بقت صعبه قوي. بقى في اهدار لكل حاجه، اهدار مال، اهدار اخلاق، اهدار تربيه، اهدار تعليم، اهدار دين، اهدار كل حاجه. يعني بقى في اهدار جامد قوي للقيم بتاعتنا دي. ونرجع نقول وحتى اهدار تحري الحلال زي ما كنا بنقول. طيب نرجع نقول ربنا بقى، طب فين الرزق؟ مش لاقي، فين الرزق؟ مش، والله العظيم هتلقى، والله العظيم وربنا هيعديها، وهتلاقي الشهر عدى وكفى. ومش لازم زي ما قلنا كده ان الجمود في الحاجات. يعني انا مثلا بستخدم ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي المفروض تتعمل يعني عشان الدنيا تمشي. انا دلوقتي مثلا بستخدم مسحوق غسيل كان بكذا، والله دلوقتي غلا وبقى بكذا، طب ما انا ادور على غيره. يعني طز، يعني ايه اللي هيجرى؟ ما هو كده كده مسحوق غسيل، هيجرى ايه؟ يعني نتعلم التخلي والمرونة. بالنسبة بموضوع بقى المرونة ده يا جماعة، علموا اطفالكم المرونة. انا مشكلتي ومشكلة حياتي برضو مع العيال المرونة. يعني ايه المرونة؟ يعني النهاردة مثلا الفطار سندوتش جبنة، ماشي تمام، بكرة الفطار سندوتش جبنة، بعده الفطار سندوتش لا كفاية، هو كل يوم جبنة؟ اه يا حبيبي كل يوم جبنة، ايه المشكلة؟ الحمد لله غيرك مش لاقي الجبنة. هتقولوا لي برضو، في ناس منكم هتقول كده اوفر، والله ما اوفر. يوم ما بيبقى فيه بننوع وبنعمل وكده، بس نفترض ان مفيش يا جماعة، لازم العيال على كده وعلى كده. يعني لازم اعودهم، في بجيب وبظبط، مفيش لازم يرضوا. الحمد لله انك لاقي الجبنة تاكلها غيرك مش لاقيها. ده برضو هناكل النهاردة جبنة، هناكل النهاردة جبنة والحمد لله، والحمد لله في عيش وفي جبنة. تمام، يعني ما السخط ده بقى يوه جبنة تاني، ده بقى انا ما بحبش اسمعه وبينرفزني. ولازم كل ام تعلم عيالها الرضا. الرضا بقى بالموضوع ده مهم جدا، ان انا اللي عندي ارضى بيه وما تذمرش على حاجة. وبرضو نيجي موضوع تاني برضو كل الامهات بتعاني منه، بس انا برضو يعني اخدت فيه قرار الموضوع ده من زمان. مثلا النهاردة انا عاملة رز وملوخية، طيب عشان مثلا ابني فلان بيحبها، بنتي ما بتحبهاش مثلا، طب اعملي لي بقى طبخة تانية، أكلة تانية. لا يا ماما، مفيش أكلة تانية. هتحبي الرز والملوخية، أو لو يعني شايفين الموضوع قوي يعني أوفر، إن أنا مش هخليها تحب حاجة بالنسبة لها، بس كلي أي حاجة تانية، مشي حالك بأي حاجة. بتحبي الرز، والله كلي رز وحتتين مخلل وحتتين أي حاجة، كلي طلعي عيش وكلي جبنة، إنما بقى نظام إن أنا مثلا إيه، والله فلان ما بيحبش الملوخية، انا عاملة النهاردة ملوخية لفلان وبطاطس ورز لابني ده عشان ما بيحبوش، وابني التالت اللي ما بيحبش البتاع ده عامله له مكرونة وما بياكلش الرز فعاملة مكرونة. فاحنا كده عاملين 3 طبخات، رز وملوخية وبطاطس ومكرونة، عشان ده ونرضي ده ونرضي ده. ما هو ده ما ينفعش، ما هو ده بقى بالتعود. يعني ده، هي برضو ايه، مش فكرة ان احنا بنحرمهم، او فكرة والله العظيم كل ده لمصلحتهم. انت بتعملي كده علشان تربي فيهم برضو الرضا. اصل بصي الدنيا مش دايمة والحال مش دايم، وهي لما هتكبر برضو حال مش دايم. يعني ربنا يرزق الجميع ويوسع الجميع، بس برضو لازم
لازم نعرف ان في بدايل ويكون في مرونة. الحمد لله والله رز ملوخية، طيب يا ماما ماشي انا هاكل بس رز بس مش عايزة الملوخية وممكن اقضي بحاجة تانية، طيب خلاص يبقى تمام. انا مش عايزة رز وملوخية خالص، ماشي يا حبيبتي عليا، بس هاكل بقى عيش وحتة جبنة ماشي. انما طبخ ده وطبخ ده، فهم برضو يتعودوا كده، يتعودوا ان مفيش عدم الرضا ولأ، وهناكل والله الملوخية بقت النهاردة وبكرة يا على مرتين، والأكل مش على ماله يا ماما الأكل من على مرتين؟ ما هو في غيرنا مش لاقي خالص الأكل اللي على مرتين ده. ما هو ده برضو يعني شكل من اشكال الشكر، ده شكل من اشكال شكر نعمة الله. فلازم العيال تتعود على كده، تتعود ان ممكن ناكل على يومين، ممكن انت تحبي دي ما تحبيهاش حبيها بقى، او لو ما تحبيهاش صرفي نفسك بحاجة تانية، انا مش هعمل مرتين. ده غير ان احنا برضو نحافظ على الاكل وما نرميش، ده خلاص بقى اتكلمنا فيه، دي حاجة ثابتة. بس لازم العيال كده ما يكونش فيها التذمر ده، لا مش واخد، لا مش هو كل يوم سندوتش جبنة، هو كل عادي، كل يوم سندوتش جبنة. حاجة بقى للأمهات يعني إحنا كزوجات يعني كلنا، أنا جوزي جايب لي النهاردة كذا والله، حتة الفرخة خلصت مثلا، ولا اللي كان بيجيبها ومعهوش دلوقتي يجيب تاني مثلا، خلاص مش الفراخ خلصت، الفراخ ما خلاص ماشي الفراخ خلاص، هصرف نفسي. يعني إحنا كأمهات نعرف نتصرف إمتى؟ لما نكون أصلا عودنا عيالنا على كده، فهتحسي بقى إن الموضوع بقى سهل. إنما لو أنا مربياهم لأ، ده أكلة وده أكلة وده أكلة، وإن ما ينفعش كل يوم سندوتش جبنة، ولازم مش عارفة يبقى فيه إيه ولازم يبقى فيه إيه، طب ما أنا فعلا هعاني، طب ما أنا اللي حطيت نفسي في المشكلة دي. لا، نبدأ نغير عادات بقى، نبدأ نغير عادات، ونعرف العيال ان في ممكن يومين اتنين تلاتة جبنة، ويوم ما يبقى فيه خلاص هنغير ونجيب ونرجع للجبنة تاني. واللي ما بيحبش حاجة يحاول يحبها، او يبقى فيه بديل تاني، مش هناكل كل حاجة. انت كده بقى سهلتي على نفسك، يوم ما جوزك يقول مثلا ما فيش حاجة، او مثلا ما نقدرش نجيب، مش هتبقى أزمة. يعني العملية مش أزمة، يعني لانك برضو المفروض ان احنا، عشان ده انا بقول كده نربي العيال ليه، عشان لما جوزها بقى ساعتها يجي يقول لها برضو ايه، والله النهارده مفيش كده، تقول له عادي انا هتصرف هعمل، انا مربيه عيالي ان ممكن نقضي بكذا ونقضي بكذا. لان اكتر حاجه بتضايقنا وبتكون حازه في نفسيه الاهل قوي، ان ممكن انا ما اكلش، وممكن مثلا جوزي ما ياكلش، بس نبقى صعبان علينا ان العيل قاعد متضايق. طب ما هو انا اللي عودته اصلا على العاده الغلط دي من الاول، عشان كده هو متضايق. طب اعمل ايه؟ لا نرجع بقى، نرجع ونحط الحاجات والاسس الصح، نرجع ونقول يا جماعة ان ممكن يكون في ظروف المشاركة، في ظروف واكل مرة جبنة وغيرنا مش لاقيها، إيه ما فيش حاجة بحب ده، لا خلاص هو سيستم هيتحط ان احنا بعمل الطبخة والله، اللي عايز ياكل منها ياكل، اللي عايز ياكل حتة منها وما ياكلش من الباقي ياكل، ما جراش حاجة، الدنيا سهلة. انا بحب الدنيا السهلة، الناس السهلة، الامور السهلة، الحاجة المرنة. فلازم نعود نفسنا ونعود عيالنا على المرونة يعني. تمام. فدول يعني حبة حاجات كده اللي جم في بالي، يعني علشان ان شاء الله كلنا نعدي ونساعد بعض ونعدي الأزمة اللي احنا فيها دي على خير. ونعرف ان الرزق اولا واخيرا ده بتاع ربنا، ولو احنا عملنا الحاجات اللي ترضي ربنا، صدقوني والله العظيم الدنيا هتمشي، والله مهما كانت ايه. وعايزه اقول لكم حاجه برضو، الحاجه زي اللي بيقولوا عليها اللي تكون غاليه قوي وانا مش محتاجاها، ما تجيبهاش يعني، مش ازمه. ما هي المرونه بقى، المرونه في دي والتقبل عادي. انا على كله تمام، يعني انا معايا النهارده تمام، معيش تمام، والله فلانه صاحبتي معاها وبتاع، ما ببصش، ما انا ما ببصش ما بتعبش، يعني انا ما ببصش ما بتعبش. ولو حبيته بص للاقل، ما نبصش للاعلى. ونعود عيالنا على كده. انا اهم حاجه عندي والله في الفيديو ده طالعه اتكلم علشان العيال. لازم يا جماعه نغير افكار العيال ونربي العيال على عادات تانية، حفظ النعمه، شكر النعمه، يعني المشاركه، المرونه، السهوله. يعني ربنا بيحب الناس السهلة، ربنا بيحب الناس السهلة في كل حاجة. ولما نسهلها على كل حاجة، ربنا يسهلها علينا ويفرجها علينا يا رب كلنا، وربنا يا رب يوسع أرزاقنا. وما تنسوش دايما إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. و...
وبصراحة يعني ما حدش يشيل هم الرزق، لأن الله هو الرزاق. الله هو الرزاق. بس دي برضو حاجات يمكن لو احنا ظبطناها في حياتنا، ربنا يعني ايه، يرزقنا وينظر لينا بعين رحمة، وينظر لينا برحمته وكرمه يا رب. وإن شاء الله يا رب يوسعها على الجميع. و... وإن شاء الله أشوفكم فيديو تاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.